صراع الثقافات، معركة التاريخ. تاريخ يروي قصة رئيس كتالوني أعدم أمام أنصاره في الثلاثينات من قبل رجال فرانكو، رمز مدريد وحكمها المركزي. حكاية كره بين مدينتين سيطرت فيه الأولى مدريد على الثانية برشلونة، وأرادت خلقها ومنعها من الحفاظ على لغتها وثقافتها وتاريخها وهويتها الكتالونية. صراع ناديين على ألفريد دي ستيفانو الذي أمضى للفريقين، وتدخلت الفيفا لتحسم المعركة للميرينجي. هي حرب البوينتي ايريو أو الجسر الجوي للاعبين ذهبوا للعدو ووصفوا بالخونة، شوستر لاودروبي ميكي وفيجو وآخرين. الكلاسيكو أو أيضا كما يقال الديربي اسبانيول هو حكاية سوسيوس هنا في مدريد. كرة قدم الماتادور تلقيكم في ديار الروعة والإثارة، قصة نجاح، رواية عز وجمهور، عدود الرجال، سحر ملعبين البرنابيو واليوكام، أسطورة لاسمين ب 16 حرف، 7 حروف لبرشلونة و9 حروف في اسم ريال مدريد. الليلة المعركة رقم 160 لحرب لا تنتهي ولكرة واحدة يتواصل من سنين وتتوارثه الأجيال. البارسا والريال أو المدريد وبرشلونة، ميسي وكلاسيكو. أكثر من مباراة في كرة القدم، هي سياسة وبزنس، اختلاف ثقافات وتقاليد، دفاع عن هوية. فمن سيفوز في المواجهة الليلة؟ كتالوني كنت بألوان البلغرانا أو عشاق الميرينجي مدريد. الليلة ليست ككل الليالي، ستنطلق القمة، ستبدأ الإثارة، ستبدأ الحكاية، ستبدأ الحسابات. مباراة القطبين، مباراة النارين، مباراة الرائعين، الحجرين الكريمين. بارسا ريال مدريد، أسطورة لن تنتهي يا كريستيانو. أنت وصلت لهذا الجيل يا ميسي، لكن سبقوكم أجيال. من هنا مر دي ستيفانو، هنا لعب كوفالا، هنا تألق النجم لويس سواريز، هنا سجل كرويف، هنا أبدع دييغو، هنا تألق ريفالدو، هنا كانت أهداف هوجو سانشيز، ومن هنا مر روماريو، من هناك تعدى ريفالدو، تعدى راؤول بلايكو غونزاليز. أسماء وأسماء، والكبيرين ثابتين في نفس المكان، والكبيرين ثابتين في نفس المكان.